بنعمة ربنا يا إخوة، النهاردة هنكمل سياحتنا في سفر دانيال والإصحاح رقم 10 بعدما انتهينا من الإصحاح السابع اللي كان بيحكي عن صلاة دانيال ونبوءة ال70 أسبوع، وكان لينا سياحة في هذا الإصحاح. وبنعمة الرب النهاردة نكمل في الإصحاح العاشر. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. الإصحاح العاشر ده أحبة بيورينا شيء جميل جدا لم يخفيه عنا كتاب الحق. وهنلاحظ ان في نهاية الإصحاح يعلن لدانيال أن ما تتبعه يا دانيال، واللي بتشوفه قدام عينيك واللي بيتمم قدام عينيكم انتم يا اللي انتهت إليكم الأزمنة، ده كتاب الحق وما يرى هو حق. بيبدأ دانيال في الإصحاح العاشر بيقول: في السنة الثالثة لكورش ملك فارس كشف أمر لدانيال الذي سمي باسم بلشسر، مش اللي اسمه بلشسر، الذي سمي باسم بلشسر. وشفنا ان اللي اطلق عليه الاسم ده هو نبوخذ نصر لمحاولة منه باقناعه الى تغيير الهوية من دانيال الاسم الجميل الله يقضي الى بلشسر عبد الاله بل. يقول: والامر حق، يعني بيؤكد ان ما شفته من هذا الاعلان حق، والجهاد عظيم، وفهم الامر له معرفة الرؤية. جاهد دانيال وهو بيشوف رؤية، واجتهد جدا لكي يعرف هذه الرؤية. طبعا بالنسبة لنا ناس كتير للأسف بيقولوا سفر دانيال من الأسفار الصعبة في الكتاب المقدس وعسر الفهم، لكن واحنا في سياحتنا في كلمة الرب بنجد انه سلس ومعلن بدقة. ولما نتتبع الأحداث والتاريخ نشوف قد ايه الكتاب المقدس هو إعلان الحق الحقيقي، لدرجة ان بعض المشككين قالوا مستحيل ان اللي يكون كتب السفر ده هو دانيال. ازاي شخص يتكلم عن احداث هتأتي بعديه ب600 سنة بهذه الدقة؟ لا، اكيد مش دانيال. لا يا حبايبنا، ده مش كتب عن احداث تاريخية واسماء ذكرت في التاريخ لمدة 600 سنة وبس، لا، ده كتب كمان عن نهاية الأزمنة اللي احنا في تدرج الإعلان وفي تدرج التاريخ بنشوف إنها بتحدث. علشان كده بنطمن جدا إن اللي جاي في سفر دانيال عن نهاية الأزمنة لابد أن يحدث، لأن اللي جاي سابقا شفناه بعينينا وهو بيحدث. الممالك الأربعة، أي حد يرجع للتاريخ ويدرس تاريخ الممالك الأربعة يلاقي الكتاب المقدس اتكلم عنها في سفر دانيال بمنتهى الدقة، حتى اللوجو بتاع أعلامها. يقول: في تلك الأيام أنا دانيال كنت نائحا، خدوا بالكم بقى، كنت نائحا 3 أسابيع أيام. في دانيال 9 قلنا ال70 أسبوع اللي شافهم 70 أسبوع سنين. ولما راجع لسفر أرميا لقى سفر أرميا بيتكلم عن المدة اللي هيقضيها الشعب في السبي 70 سنة. إذا سياق الأحداث في دانيال 9 كان الأسبوع يحسب ب7 سنين. هنا بنعرف الفرق بين اسبوع الايام واسبوع السنين، ودي كانت حاجة مدركة جدا في اللغة العبرية. علشان كده ابتداء من سفر دانيال الاصحاح 8 كتب باللغة العبرية: في تلك الايام انا دانيال كنت نائحا 3 أسابيع ايام. نائحا في حالة من السكينة والهدوء
والنوح يعني 21 يوم. 21 يوم، 3 أسابيع أيام يعني 21 يوم. وبيوصف حالته: لم آكل طعاما شهيا، ولم يدخل فمي لحم ولا خمر، ولم أدهن حتى تمت 3 أسابيع أيام. بيؤكد تاني حتى تم 21 يوم. طب ليه الحالة اللي انت فيها دي يا دانيال؟ ليه الحالة اللي انت فيها دي؟ مكتئب ليه؟ ونفسيتك متوترة ليه؟ ونائح ليه؟ وقاعد بتعمل ايه؟ بصلي. نلاحظ يا أحبة في دانيال 9، دانيال شاف أمور الحقيقة ما خلتوش في منتهى السعادة، ما كانش سعيد، لأنه زيه زي غيره متصور أن عند تمام 70 سنة يرجع الشعب من أرض السبي، يجي المسيح الملك المغوار يحرر شعبه من كل الممالك اللي حواليه، ويرتاح بني يعقوب ويبقوا هم الملوك في كل الأرض. لكن هو ويقطع المسيح الرئيس. لا، ده مش بس كده، ده كمان ايه؟ ده في تاني لسه بني إسرائيل هتكتمل فيهم الخطايا والمعصية، ويسيروا في طرقهم الشريرة ويزيغوا عن الحق. الحقيقة ما كانتش حاجة في منتهى السلام بالنسبة لدانيال يعني. يبقى عرفنا بادئ الإصحاح 10 بهذه الحالة ليه؟ ما كانش مرتاح من جهة الرؤية. هل هذا يعني أن الرؤية اللي رآها ليست حق؟ لا، حق. وأنا حزين يا رب، لأني كنت أتمنى أن أرى رؤية ألطف من ديت. نكمل الأعداد اللي باقية. وفي اليوم 24 من الشهر الأول، إذ كنت على جانب النهر العظيم. هيبتدي يشوف رؤية بقى اهي. إذ كنت على جانب النهر العظيم هو دجلة، رفعت عيني ونظرت، فإذا برجل لابس كتانا وحقواه متمنطقان يعني بذهب أوفيز، وجسمه كالزبرجد، ووجهه كمنظر البرق، وعيناه كمصباحي نار، وذراعاه ورجلاه كعين النحاس المصقول، وصوت كلامه كصوت جمهور. شكل مرهب. الشخص اللي شافه ده شكل مرهب. تفتكروا يا أحبة الشخص اللي شافه ده مين؟ الرب يسوع. شاف الرب، بس شافه يا متشالح وشافه يا سوريلا في منظر مهيب جدا. ليه؟ لأنه جاي يعلن قضاء. لما نشوف عروس النشيد وهي بتتكلم عن الرب يسوع تقول إنه أبرع جمال من كل بني البشر، مصلوب وخول. ادي المسلمين يا أحبة، ادي المسلمين. لما نكون بنتكلم عن كلام النعمة، طيب تعالوا ناقشونا، طيب تعالوا اطرحوا شبهاتكم، طيب تعالوا ارتقوا إلى مستوى العقل والإنسانية والحوار المتمدن زي ما الناس بتقول. هو ده اللي قدرت عليه. وأسفا على الإسلام اللي لغى إنسانية المسلم، لغى إنسانية المسلم، فلم يرتقي إلى مستوى الإنسانية على الإطلاق.
وتم فيه المكتوب في القرآن الكريم في سورة الأنعام والآية رقم 38: انتم بهايم كالأنعام. كالأنعام، هو ده اللي بيصدر منكم. طبعا ما كانش نفسي أتطرق لأي جملة إسلامية وإحنا بنتكلم عن الكتاب المقدس، لكن هذا ما يدعونا إليه المسلمين. نكمل الرؤية اللي شافها دانيال ونشوف وصل لفين. خلونا في كلام النعمة. انزل لنا التكست تاني يا بنتي. فرأيت أنا دانيال الرؤيا وحدي، والرجال الذين كانوا معي لم يروا الرؤيا، لكن وقع عليهم ارتعاد عظيم فهربوا ليختبئوا. منظر الرب عندما يرى كملك جبار وكقاضي عادل يرعب من حوله. يفكرنا بالرب يسوع عندما تراءى إلى شاول الطرسوسي الذي تغير إلى بولس الرسول، وقع عليه نفس الأمر من نفس الهيبة. فعندما يأتي الرب كملك لا يستطيع أحد أن يثبت أمامه. هو نفس الرب اللي وصفته عروس النشيد الأبرع جمال من كل بني البشر، اللي كانت ممتلئة سلام وهي تتفرس في محاسن ومفاتن هذا الملك. وقع عليهم ارتعاد فهربوا ليختبئوا، فبقيت أنا وحدي. نفس الموقف اللي حصل مع شاول، لأن الرؤية خاصة بيك أنت يا دانيال، لأن الرؤية خاصة بيك أنت يا شاول، فترى وحدك. فبقيت أنا وحدي ورأيت هذه الرؤية العظيمة. لكن قدام المنظر المهوب اللي أنا شايفه ده في رؤية رب المجد لم تبقى في قوة، ونضارتي تحولت في إلى فساد، ولم أضبط قوة. حس بالإرهاق الشديد نتيجة المنظر المهوب اللي هو شايفه. وبعدين بعد ما دخل في حالة الدهش ديت، ايه اللي حصل؟ نشوف في العدد اللي جاي وباقي الأعداد ايه اللي حصل معاه. وسمعت صوت كلامه، ولما سمعت صوت كلامه كنت مسبخا على وجهي. بيقول صوت كلامه كصوت رعود كثيرة، فصرت مسبخا على وجهي ووجهي إلى الأرض. هنروح بقى لشخص تاني ظهر في هذه الرؤية وابتدى يكمل الأمر مع دانيال. الشخص اللي شافه دانيال لحد إصحاح 9 غير الشخص اللي جاي لحد عدد 9 في الإصحاح 10، غير الشخص اللي جاي في العدد رقم 10. وإذا بيد لمستني وأقامتني مرتجفا على ركبتي وعلى كفي يدي. قوم. ابتدى يقف. يا ترى مين الشخص اللي لمسه دوت؟ ومين اللي أقامه مرتجفا على ركبتيه وعلى كفي يده؟ هنلاحظ انه شخص مختلف غير اللي رآه في الأعداد السابقة. وقال لي: يا دانيال أيها الرجل المحبوب. ما أعظم أن نقترب إلى الرب فينادينا بالمحبوبين. وكان دانيال فعلا رجل محبوب لدى قلب الرب، لأنه كان منشغل جدا بمشاكل شعب الرب وبأمور شعب الرب. الناس عايشة في السبي، هايصة، بتتجوز وبتخلف وبترتبط بآلهة الأمم وبتزوغ
وبتتجوز من الأمم وبتمارس طقوس الأمم، لكن اللي مشغول ومنكب على وجهه وبيتابع الأوقات والأزمنة وبيصلي قدام الرب زي ما شفنا في الإصحاح اللي فات، رجل محبوب. قال له يا دانيال أيها الرجل المحبوب، افهم الكلام الذي أكلمك به وقم على مقامك، اقف واثبت طولك كده واسمعني. اللي يأكد لنا ان الشخص اللي بدأ الحوار مع دانيال ابتداء من العدد 10 ملاك، باقي هذا العدد 11، لأني الآن أرسلت إليك. يبقى ده شخص مرسل من الله، يبقى ده ملاك زي ما حضراتكم قلتوا. ولما تكلم معي بهذا الكلام قمت مرتعدا، وقفت في حالة الدهش اللي أنا فيها دي. لكن نشوف بعد الكلام الحال هيبقى إيه. فقال لي لا تخف يا دانيال. بداية إعلانات الرب يا أحبة لرجاله عندما يرسل إليهم ملاك أو يأتي إليهم بذاته، لا تخف، إعلان السلام. ما شفناش ملاك تعامل مع رجل من رجال الله على مدار الكتاب المقدس ضربه ولا غطه ولا خلاه يسجد ولا سمعه صهيل الجرس ولا مسح به الأرض ولا كان على وشك إنه يموته على الإطلاق. ما بيخنقش، بيقول إيه؟ لا تخف. حتى القديسة المطوبة العذراء مريم لما جالها الملاك يبشرها بالبشارة العظيمة وخافت وقالت ما عسى أن تكون هذه التحية، قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. شوف السلام، سلام واطمئنان. قال له يا دانيال اتملي سلام وافهم بقى، لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم. خلي بالكم دانيال في بداية الإصحاح قال أنا قعدت أصلي كام يوم، وقعدت في المسح، وقعدت في حالتي اللي عمال أصلي بيها قدام الرب 21 يوم. لكن الملاك هنا بيقول له إيه؟ من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام الله سمع كلامك. صلاتك سمعت منذ اليوم الأول. منذ اليوم الأول سمعت صلاتك، سمعت ووصلت يوم ما بدأت الصلاة، يوم ما جعلت قلبك للفهم وأنا أتيت لأجل كلامك. طيب من اليوم الأول أنت جيت علشان تفهمني. أنا النهاردة بقالي 21 يوم، بقالي 21 يوم، إيه اللي حصل؟ يبتدي الملاك يشرح له ويقول له ورئيس مملكة فارس وقف مقابلي. يعني ايه رئيس مملكة فارس وقف مقابلي؟ وده الإعلان المهم في هذا الإصحاح، لابد أن نتريث فيه ونفهمه. الزمن اللي كان فيه هذه الرؤية كان في زمن مملكة فارس. بيعلن لنا الآن عن رئيس اسمه رئيس مملكة فارس. طيب اللي جاي من السماء مرسل لدانيال ملاك. لما يقابل رئيس مملكة فارس قابله فين بحسب سياق
بحسب سياق هذا العدد. قابله فين؟ قابله في السماويات، قابله في الجو الروحي. يبقى إذن لم يقصد به إنسان، لم يقصد به كورش، لم يقصد به رئيس مملكة فارس. لو متمشين معايا يا أحبة طمنوني على التكست كده، ولو محتاجين نوضح. إذن اللي قبله دوت شخص روحي، هذا الشخص اسمه رئيس مملكة فارس. وهنا يوضح لنا الكتاب في هذا الأمر أنه كما يوجد أرواح ملائكية تعمل لخدمة المؤمنين قصد أن تصل إليهم بالإعلانات السمائية، أيضا يوجد أرواح شريرة في مملكة إبليس تقف وتعمل في أبناء المعصية. اللي وقف ده المسمى برئيس مملكة فارس، ده روح شرير اللي بيقود هذه المملكة ويسيطر على أبناء المعصية في هذه المملكة، بداية من القادة حتى الرعاة. نفهم من كده إن أجناد الشر الروحية في السماويات زي ما علمنا بولس الرسول في أفسس 6 أن محاربتنا ليست مع لحم ودم بل مع أجناد الشر الروحية في السماويات. أهم دول أجناد الشر الروحية، أيضا منظمة برتب رؤساء وسلاطين وولات وشياطين خادمة. شفتوا مملكة الظلمة أيضا إبليس وأتباعه منظمين في الهواء. يقول رئيس مملكة فارس وقف مقابل 21 يوم حرب روحية في الأجواء السمائية تمتد لهذه المدة. تخيلوا يا أحبة قوات الظلمة المسيطرة على الممالك صعبة قد إيه. علشان كده يا أحبة لما الكتاب بيوصينا ان احنا نصلي من اجل القادة، نصلي من اجل الرؤساء لئلا تتدخل هذه الممالك الشريرة في اتخاذات القرارات فتكون مشورات شيطانية تؤدي بشعوبها الى الهلاك. 21 يوم مقابل حرب روحية ضروس. طيب ايه اللي يتم في النهاية؟ وهوذا ميخائيل واحد من الرؤساء الاولين. مين ميخائيل وايه رتبته؟ ده ملاك من الرتب الرئاسية، جاء لإعانتي، أعني وأنا أبقيت هناك عند ملوك فارس. لما قعدت في هذه الحرب الضروس جاء الملاك ميخائيل إعانة من الرب واشترك معي في هذه الحرب وانتصرنا وفتحت الأرواح وفتحت الأجواء الروحية أمامي حتى أصل إليك. أخذت قد إيه؟ أخذت 21 يوم. وده يدينا رؤية عن العالم الغير منظور. شوفوا الكتاب المقدس بيشرح لنا حتى العالم الغير منظور. وجئت لأفهمك ما يصيب شعبك في الأيام الأخيرة. وديني نجحت اهو عندما أتى إلي الملاك ميخائيل وأعانني في هذه الحرب الروحية ووصلت إليك وجئت لأفهمك. شايفين التركيز دايما على كلمة إيه؟ الفهم. أخبرك، أعلمك، أفهمك.
كان دانيال يطلب الفهم، وجئت لأفهمك ما يصيب شعبك في الأيام الأخيرة. أنا جيت عشان اللي انت حزين عليه دوت، واللي انت شفته في الإصحاح 9 وخلى قلبك مكسور، أنا هأكد عليك مرة تاني إيه اللي هيحصل مع شعبك في الأيام الأخيرة، وهنشوف ده باستفاضة في الإصحاح اللي جاي. لأن الرؤية إلى أيام بعد. الرؤية اللي انت شفتها يا دانيال دي طويلة المدة، الرؤية دي جاية لأيام بعد. وابتدى يفهمه. فلما تكلم معي بمثل هذا الكلام جعلت وجهي إلى الأرض وصمت. أنا خلاص يا رب، أنا كان أملي وأنا بصلي تقول لي الرؤية هتتغير، تقول لي إن الشعب مش هيزوغ مرة تانية، تقول لي إن المسيح الرئيس هيملك، تقول لي إن الموضوع فيه رحمة أكتر من كده. لكن خلاص سوري، جعلت وجهي إلى الأرض وصمت. وهيبتدي الملاك يرجع مرة تانية. جعلت وجهي إلى الأرض وصمت. نكمل. رحت فين يا مريم؟ وهوذا كشبه بني آدم لمس شفتي، ففتحت فمي وتكلمت وقلت للواقف أمامي: يا سيدي، بالرؤيا انقلبت علي أوجاعي فما ضبطت قوة. يا سلام، قد كده قلبك حنين يا دانيال. يعني ده الشعب بره عمالين يمشوا في طرق الأمم، وانت للدرجة دي قد كده بتحب شعبك. ما هم شعب الرب. انقلبت علي أوجاعي فما ضبطت قوة. لكن يتكلم ويقول عن الملاك هوذا كشبه بني آدم. إذن يا أحبة نفهم من هنا برضو أن الملائكة عندما ترسل من الله يمكن أن تأتي إلينا في صورة إنسان مثلنا. حصل الكلام ده، حصل الكلام ده امتى؟ لما إبراهيم شاف 3 رجال. كانوا 2 ملائكة وإحدى ظهورات الرب يسوع، شافهم 3 رجال. يبقى مين اللي لمس دانيال؟ ملاك، لكن شافوا في شبه بني آدم. فكيف يستطيع عبد سيدي هذا أن يتكلم مع سيدي هذا وأنا في حال لم تثبت في قوة ولم تبقى في نسمة؟ بتقول لي الكلام ده. أنا كان أملي أسمع كلام أحسن من ده. كان أملي أسمع إن بني يعقوب مش هيخشوا في ضيقة عظيمة. كان أملي أسمع إن بني يعقوب هيرتدوا عن رجاسات الأمم. كان أملي أسمع إن بني يعقوب مش هيكتمل فيهم المعصية. إزاي أقف واثبت قوة ولم تبقى في نسمة؟ وكان دانيال راجل مسن في هذا الوقت، لكن على الرغم من كده نلاحظ إن دانيال منذ وصل إلى أرض السبي 14 سنة، ومر 70 سنة بتوع السبي، وهترجع الأمة يعني 84 سنة. 84 سنة. هم دول الناس القريبين من الله. يقول الكتاب عن امرأة اسمها حنة، كانت في تقريبا نفس السن بتاع دانيال ده، وكانت في الهيكل متعبدة بأصوام وطلبات كثيرة.
الاستقرار الروحي يا أحبة في حضور الرب يعطي للشخص المتشفع قلب يبكي من أجل شعبه، وقلب ينوح من أجل شعبه، وقلب يصوم ويبكي على خطايا شعبه. لم تثبت في قوة ولم تبقى في نسمة. فعاد ولمسني. طيب انت ما فيكش قوة ولم تثبت فيك قوتك. طيب نشوف المنظر اللي جاي. شوف المنظر اللي جاي. فعاد ولمسني كمنظر إنسان وقوان. لسه شايفه برضو في منظر الإنسان. وقال لا تخف أيها الرجل المحبوب، اطمئن من جهة سلامك، سلام لك. ده إعلان الملائكة الحقيقية يا أحبة. سلام لك أيتها المنعم عليها، سلام لك يا دانيال. تشدد، تقوى. ولما كلمني تقويت وقلت ليتكلم سيدي لأنك قويتني. تغير حاله. سلام لك، أنا مرسل من السماء، قوم اقف على رجليك. كفاية نوح. المكتوب حق. في الأول قال له الرؤية إيه؟ حق. والمكتوب حق. بس أنت اتملي سلام وتشدد وتقوى. ولما كلمني تقويت وقلت ليتكلم سيدي لأنك قويتني. نشوف الكلام اللي جاي له بعد كده. فقال الملاك هل عرفت لماذا جئت إليك؟ فهمت يا دانيال كده أنا جيت لك ليه؟ أنا جيت لك عشان أؤكد ليك كفاياك مسح، كفاياك تذلل، كفاياك كسرة قلب. الرؤيا حق. ومن اليوم الأول اللي انت صليت فيه أنا جيت لك، لكن أعاقني أجناد الشر الروحية في السماويات رئيس مملكة فارس. قوم اقف على حيلك، خد سلام، تقوى. وبيأكد عليه بقى. فقال هل عرفت لماذا جئت إليك؟ خلاص يا دانيال، ارتحت يا دانيال، عرفت لماذا جئت إليك. فالآن أرجع وأحارب رئيس فارس. أنا علي أرجع وحارب رئيس فارس حتى أرجع لأبلغ من أرسلني أنني أتممت الرسالة. فإذا خرجت هوذا رئيس اليونان يأتي. عارفين إن بعد مملكة فارس المملكة القادمة هتكون مملكة اليونان. عايز أفهمك حاجة يا دانيال، إن ستظل هذه الحروب الروحية في السماويات مستمرة مع كل الأمم. عشان كده يا أحبة، عندما يكشف الرب لنا دائرة الغير منظور في السماويات نعطى ثقلا على قلوبنا أن نصلي من أجل حكوماتنا وقاداتنا ورياساتنا لئلا يقعوا تحت سلطان الظلمة. أرجع وأحارب رئيس فارس. فإذ خرجت هوذا رئيس اليونان يأتي. ولكني أخبرك بالمرسوم في كتاب الحق. عايز أطمنك على حاجة. كتاب الحق أنا هخبرك بالمرسوم فيه. ولا أحد يتمسك معي على هؤلاء إلا ميخائيل. خدوا بالكم من الكلمة دي، إلا ميخائيل. اكتبوا الكلمة اللي جاية بعد ميخائيل. إلا ميخائيل رئيسكم. وكأنه بيقول له
لما الأجواء الروحية ما اتفتحتش قدامي من خلال إعاقة رئيس مملكة فارس، جاء الملاك ميخائيل وساعدني، فاخترقنا الأجواء الروحية. اطمن، رئيس المملكة بتاعتكم الرئيس الملائكي الذي يأتي بالإعلانات السماوية والذي يرعى هذه المملكة في الأجواء الروحية هو الملاك ميخائيل بنفس ذات نفسه، رئيسكم. والملاك ميخائيل هو خادم وراعي بني يعقوب في الأجواء الروحية. كتاب الإصحاح علمنا شيء جميل جدا عن الممالك الغير منظورة حتى تفتح عيوننا. دانيال في الأصحاح السابق في بداية الصلاة جاءت الاستجابة. جميل جميل. في الأصحاح اللاحق اللي هو أصحاح 10 اللاحق لأصحاح 9 تأخرت الإجابة 21 يوم. عندما تتأخر الإجابة وأنت تصلي بحسب قصد الرب اطمئن، ستأتي الإجابة. لكن النهاردة أنت عرفت وأصبح عليك مسؤولية أنه توجد أرواح وتوجد حروب روحية تعوق أن تصل إليك الإجابة. كان موقف حصل مع أليشع، وأليشع كان مع غلامه، والغلام شاف جنود الأعداء كتير والحالة صعبة وتوتر وتهز، لكن أليشع كانت عينيه مفتوحة على الأجواء الروحية. أليشع كانت عينيه مفتوحة على الأجواء الروحية، فقال يا رب افتح عيني الغلام، افتح يا رب عيني الغلام لكي يرى أن الذي معنا، الذي لنا، الذي يساعدنا في الأجواء الروحية هم أعظم من الذي يساعدهم، وهم أقوى، وهم أجناد البر، أجناد الخير، أجناد الإرساليات الممتلئة بالسلام. فانفتحت أعين الغلام. لما انفتحت أعين الغلام بتاع أليشع شاف إيه؟ شاف مركبات وخيول وأجناد نارية. افتح عينك يا محبوب وشوف الرب مزخر ليك ايه في الأجواء الروحية. شوف الرب مزخر ليك ايه في الأجواء الروحية. الذي لنا أعظم بكثير مما نأخذه من ميراثنا. الإصحاح عرفنا رجل الله المحبوب كيف كان يئن من أجل شعبه، وعرفنا العالم الغير منظور والدوائر الروحية وإيه اللي بيتم فيها، وعرفنا إن الملاك قال له الرؤية لن تتغير لأن الرؤية إلى الميعاد، لكن أنت امتلئ سلام. نشكر إلهنا أحبة إنه بيفتح عينينا على الكتب، وبيعرفنا الأوقات والأزمنة، وبيعرفنا الحق. إلهنا الذي لم يخفي عنا حتى ذاته، بل في ملء الزمان، في ملء الزمان أعلن لنا عن نفسه. الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر وأعلن وعرفنا. إلهنا ليه كل الكرامة وكل المجد، الذي لم يخفي عنا أسراره بل يجعلنا في معيته وفي الفهم عندما نسعى إلى الفهم. لإلهنا إله كل النعمة المجد والغنى والكرامة إلى الأبد. آمين.